اللي بيحصل النهارده في سوق الذهب حاجه مش طبيعيه. الاسعار مش مفهومه والارقام بتتحرك كأن بالظبط في حد بيشد الخيوط ديت من ورا الكواليس. وكمان الناس دلوقتي بتبيع ممتلكاتها وبتروح تشتري ذهب علشان كل يوم سعره بيعلى، والبنوك المركزيه كلها بتتحوط بيه. كل حرب وازمه وانهيار بتلاقي الذهب دايما في الصوره، بس الوضع المره دي مختلف عن كل مره. طب ايه السبب؟ هقول لك على السبب، وهنشوف مع بعض كمان هل الذهب اللي الصين نزلته اللي بنقاء عيار 24 وبصلابه عيار 18 اللي الصين اطلقت عليه الذهب الصافي الصلب، هل ده بقى خطر على الذهب؟ وهل احنا داخلين على صعود تاريخي ولا انهيار محدش هيعرف يوقفه؟ وامتى كمان نشتري وامتى نبيع؟ ما تنساش بس لو اول مره تتابعني تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وده مش هيكلف حضرتك اي حاجه خالص. ويلا بينا وفي الاول نفهم ايه هو سبب وصول الذهب للارقام الخرافيه اللي احنا وصلنا لها دي. الذهب في اخر شهرين بس زاد اكتر من 40%، من 2800 دولار ل 4000 دولار في الاونصه، وكان في اول السنه ب 2100 دولار. يعني الذهب في سنه واحده بس زاد اكتر من الضعف. هل فعلا بقى في تلاعب في الاسعار دي؟ هقول لك اكيد لا. حضرتك ركز معايا كده على سنه 2022 بدات حرب روسيا واوكرانيا. امريكا واوروبا فرضوا عقوبات على روسيا وجمدوا جميع احتياطي البنك المركزي الروسي. حضرتك هتقول لي هنا مش فاهم. اقول لك هم ايه اقوى عملتين في العالم؟ الدولار واليورو. يعني بمعنى اصح اي دوله في العالم عندها احتياطي من الدولار ومن اليورو. حضرتك تقول لي ليه؟ اقول لك علشان دول اكتر عملتين تقدر تستورد بيهم اي حاجه. بس لما امريكا واوروبا بقى جمدوا فلوس روسيا، باقي دول العالم شافت روسيا وهي بتجمد فلوسها، وده طبعا اثر على الاقتصاد الروسي جدا. وكل ده بس علشان خاطر روسيا ما مشيتش على هوا امريكا واوروبا. هنا بقى دول كبيره قالت لك اخرج انا كمان من اليورو ومن الدولار علشان ما يتعملش فيها زي ما اتعمل في روسيا. الدول النهارده ما بقاش عندها ثقه ولا في الدولار ولا في اليورو، وكله ابتدى يجري على الذهب علشان يتحوط بيه. والذهب بقى ولا هيتجمد ولا حد هيعرف يتحكم فيه. وهنا من اول 2022 لما روسيا ابتدت تتجمد فلوسها من امريكا واوروبا، شركات كتيره قوي ابتدت تتحوط بالذهب. ومش شركات بس، دي بنوك كبيره كمان. عندك بولندا واذربيجان وتركيا والهند والصين. الصين لوحدها بتشتري بكميات كبيره جدا، ودول كتير ثانيه غير اللي قلتهم لك دول بيحطوا فلوسهم في الذهب. لا، والمفاجاه كمان ان هم بيشتروا حوالي 1000 طن من الذهب سنويا. وطبيعي كده اي حاجه عليها طلب سعرها بيغلى. ده غير ان الذهب كمان من المعادن النادره، بيطلع 5 جرام بس من كل طن من الصخور. وهنا عايزك تتخيل معايا حاجه نادره وعليها طلب كبير، تغلى ولا ترخص؟ رد في التعليقات. شراء البنوك للذهب بالكميات الضخمه دي كان اكبر عامل وصل الذهب للسعر اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده غير الحرب بين روسيا واوكرانيا والاغلاق الامريكي الحكومي والديون اللي وصلت لها امريكا لاول مره في التاريخ. واللي ما يعرفش كمان خليني اقول لك ان الذهب بيدخل في صناعات كتيره جدا زي الموبايلات والكمبيوتر. ده غير انه مش بيتفاعل مع الهواء، فالناس بتستخدمه في الزينه. حتى الطب كمان بيستخدموا الذهب فيه، بيستخدموا الذهب في صناعه الادويه، وحاجات كتيره قوي بتستخدم الذهب في الصناعه. طب هل بقى الذهب ممكن ينهار ولا في صعود تاريخي؟ قبل ما اكمل انا لازم اعرف حضرتك ان انا مش بقول رايي الشخصي، انا هقول لحضرتك اللي محتاجه علشان تعرف تجاوب على السؤال بنفسك. ببساطه كده، لما تشوف كل دول العالم بتشتري ذهب بكميات مهوله حتى رغم ارتفاعه ولسه بيشتروا، تفتكر بقى البنوك دي غبيه وعايزه تخسر فلوسها؟ لو شايفين الذهب مش ملاذ امن وسعره هيغلى، هيتحوطوا بيه ويشتروه بالكميات دي كلها ليه؟ عايزين يخسروا مثلا؟ طب بلاش ده، اخر 50 سنه لو لاحظت هتلاقي الذهب بينط فيهم نطات مجنونه جدا. 1980 و2008 و2025، بص كده حضرتك هتلاقي الذهب ماشي في نظام تصاعدي، واي مستوى الذهب بيوصل له في الارتفاع ممكن بعدها ينزل، بس تاكد انه راجع لنفس المستوى اللي نزل من عليه. وده غير انه معدن نادر وبيدخل في صناعات كتير زي ما قلت لحضرتك. بعد اللي حضرتك سمعته ده تقدر تقرر هل احنا داخلين على صعود تاريخي ولا داخلين على انهيار؟ رد عليا في التعليقات وشاركنا برايك. ونشوف بقى الصين اللي دخلت في اللعبه. الصين حضرتك بتشتري ذهب بكميات مهوله جدا، عايزه تبقى مركز للوصايه على الذهب. بمعنى اصح الصين عايزه تسحب البساط من تحت امريكا واوروبا. طب والذهب الصيني الجديد هل ده ذهب فعلا؟ ده ذهب، وخدوا عليه كمان براءه اختراع. ذهب وحطوا عليه انواع من المعادن النادره بكميات ضئيله جدا، طلعوه بنقاء عيار 24 وصلابه عيار 18، واطلقوا عليه اسم الذهب الصافي الصلب، وحقق مبيعات في الصين بنسبه 25%، وده رقم كبير مش صغير. وهنا حضرتك هتسالني يعني ده خطر على الذهب ولا لا؟ لو فاكر انا قلت لحضرتك ان الذهب نادر وبيطلع من الصخور بكميات قليله جدا، هو ده الذهب الطبيعي. فببساطه كده انا لو قدامي ذهب طبيعي وذهب صناعي هشتري الذهب الطبيعي. وهنا حضرتك هتقول لي ماشي، ما ديك شايف سعر الذهب واصل لكام؟ ما انا اشتري ذهب صيني لو الذهب الصيني ارخص. اقول لحضرتك وبمنتهى البساطه ان سعر الذهب اللي الصين صنعته قريب من سعر الذهب الطبيعي. طب بلاش كل دوت، لو انت قلقان وشايف الذهب الصيني خطر، اسال نفسك ليه الصين بتشتري الكميات دي كلها من الذهب؟ الصين حضرتك اكتر دوله بتشتري ذهب. طب منين بتصنعي ومنين بتشتري؟ هقول لك ده دليل على ان الذهب اللي الصين صنعته ملوش قيمه، او الاصح مش بنفس قيمه الذهب الطبيعي خالص، والا ما كانتش الصين تبقى اكبر دوله في شراء الذهب. طب هنا بقى احنا عايزين نعرف امتى نشتري وامتى نبيع. السؤال اللي بيحيرنا كلنا. انا مش هقول لك طبعا رايي الشخصي في الموضوع دوت، انا هقول لك راي الخبراء اللي انا كمان بمشي عليه. احنا لما نيجي نشتري لازم نسمع الاخبار ونشوف في توترات حوالينا ولا لا.
هل التوترات ديت هترفع ثمن الذهب ولا هتقلله؟ الموضوع محتاج تعب منك شويه طبعا، بس انت بتحط كل فلوسك فيه. بعد ما بنسمع الاخبار بنستنى التصحيحات وبنجيب على اجزاء، يعني كل ما الذهب ينزل بنشتري بجزء. طب لو سعر الذهب مستقر ومش بينزل، ده بالعكس كمان ممكن يغلى. هقول لك لو الفايده بالسالب والتضخم عالي زي الوقت اللي احنا فيه دوت فطبيعي تشتري، بس اوعى تنسى وتشتري بفلوسك كلها، لان زي ما حضرتك شايف كده كلمه من ترامب او اي توتر ممكن سعر الذهب زي ما بيعلى ممكن ينزل. فما تخليش فلوسك كلها تحت رحمه شخص. عندك حاجات كتير ممكن تنوع بيها المحفظه بتاعتك. لو تقدر تشتري مثلا عقار، لو بتفهم في البورصه والسندات، ولو عندك مشروع بقى جمد قلبك وان شاء الله ربنا ييسر لك اللي فيه الخير. طب وفي حاله البيع برضه هقول لك الصح اللي ممكن تكون سمعته قبل كده. لو مش محتاج فلوس ما تبيعش ذهبك. ذهب استثمار طويل الاجل من 2 ل5 سنين علشان تعرف تحس بالمكسب، وملناش دعوه باللي بيضارب في الذهب لان الحاجات ديت مخاطرها عاليه جدا. فلو مش محتاج فلوس ما تبيعش، هيغلى مع الزمن، وربنا يرزق الجميع ان شاء الله. ولو حضرتك متابع الفيديو للنهايه ولسه ما عملتش لايك، اعمل لايك وقول لي يا صديقي، شايف الذهب دخل على ارتفاع قوي ولا انهيار غير مسبوق ولا استقرار في السعر؟